كنا اتكلمنا قبل كده عن النوم، بس الفيديو ده مختلف حبتين تلاتة، والفيديو ده معمول مخصوص عشان الكومنت ده، واللي بيقول ممكن تنصحني عن تنظيم النوم خلال الفترة دي. انا معرفش ليه بنام كتير هالفترة، مش فارقة، مع ان اكون نايمة كويس بخش مرة تانية انام والوقت بيفوت. ولقيت برضو اجماع كتير على نفس المشكلة في الكومنتات الكتير دي. فنبدأ بسم الله. اول حاجة كده في شوية ثوابت لازم نتكلم عليهم قبل ما نبدأ الفيديو. واول حاجة ان جسمك محتاج من 6 ل 8 ساعات نوم، ما تزودش عن كده ولا تقلل عن كده. وكنا اتكلمنا عن دورات النوم في الفيديو ده، هتلاقي برضو اللينك في الديسكربشن لو عايز تتفرج عليه. ونخش في تاني نقطة، وهي ان افضل وقت للنوم بعد العشاء لحد الفجر. يا سلام لو خطفت ساعة واحدة بس، ما تكترش عن كده في الظهر. كده خلصنا الحاجات الأساسية اللي المفروض احنا نكون عارفينها. نخش بقى في موضوع الفيديو. بالنسبة للناس اللي بتنام كتير، الحل انك تشرب قهوة. ما بتجيبش مفعول، زود جرعة القهوة، بدل معلقة تبقى معلقتين. هتقول ان القهوة مضرة، هقول لك لا. الشيء اللي بيزدان حده بايه؟ بينقلب ضده بالظبط، زي ما انت شاطر وقلت كده. فكتر القهوة هو اللي مضر، انما القهوة في المتوسط كوباية كوبايتين ثلاثة تمام. ما تكترش عن كده. دلوقتي انت شربت قهوه وما جابتش مفعول وعايز تنام برضه، هتعمل ايه وانت بتنام كده؟ تروح جاي ماسك الكشكول، ماسك الكشكول، تروح جاي راميه بالظبط، ارمي الكشكول وقوم اتحرك. سواء بقى انت هتتنطط في الشقه، هتقوم تعمل استرتشات، المهم انك تتحرك. تحرك الدوره الدمويه بتاعتك عشان المخ بتاعك يشتغل تاني ويصحصح. الكلام اللي فات ده بالنسبه للناس اللي بتنام كتير. انما بقى في ناس ما بتنامش، يعني في ناس بتضحك على نفسها وتقول انا هنام ساعتين بس واقوم، انا في ثانويه عامه ما ينفعش ان انا اضيع وقت، ما ينفعش كذا ما ينفعش كذا، لا بسرعه اكل، انا عايز اكل فاجيب الاكل واحط الاكل كده واكل بسرعه وانا بذاكر. ايه العبث ده؟ ويفضل كده ماسك الكتاب ما بيسيبوش خالص، وهو بيذاكر وهو بياكل وهو راح يصلي ماسك الكتاب برضه، يعني فكر نفسه هكر. ويعمل تحديات بقى، انا هقعد 24 ساعه ذاكر ومش هنام غير ساعتين اتنين بس في اليوم، وبلا بلا 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 بلا. الحاجات دي كلها بلح للاسف. ولو انت من النوعيه دي، فلو سمحت لو سمحت لو سمحت، النوم انت لو ما اديتلوش حقه هيمرمط مزاجك طول اليوم. انت مش داخل حرب، انت كل اللي انت عايزه ان مزاجك يكون كويس وانت بتذاكر، والمزاج ده مش هيجي غير لما انت تدي النوم حقه. وساعتين تركيز احسن وابرك من 10 ساعات من غير تركيز. والمعلومه اللي انت بتذاكرها دي لازم تتحفظ او عقلك يعمل لها بروسيسنج وانت نايم، مش وانت صاحي. وبالنسبه للمذاكره وانظمتها والكلام ده كله، انا عامل لك كذا ريلز كده سريعه، هتلاقي اللينكات كلها في الديسكربشن، ما تقلقش. المهم انك تركز معانا دلوقتي، يعني تركز في الفيديو ده. وكالعاده عشان نعرف نلاقي حل للمشكله لازم نعرف ايه هي المشكله الاول. في نوم كده بيجي لنا اسمه نوم الكسل، وده ليه علامتين اتنين بس. العلامه الاولى بقى انك تكون نايم كده، نايم وزي الفل واخد كفايتك من النوم، وانت نايم تبدا تلاقي نفسك صحيت كده بالراحه وانت مغمض عينيك وتقول ايه؟ انا فاضل الساعه كام دلوقتي؟ فاضل قد ايه؟ طب هصحى، طب هنام ساعه واصحى. فاوريدي انت بتكلم عقلك بعد ما صحيت من النوم. الكلام ده مثلا وليكن انت نمت بالليل، فصحيت مثلا الصبح وانت عمال تكلم نفسك، فهنام تاني بس ساعه واحده وخلاص. طب الساعه كام دلوقتي؟ طب انا مش عارف. فانت لو عرفت ان او ادركت ان انت واعي في الحته دي وجيت تنام بعدها دقيقه، فده اسمه نوم كسل. فزي ما قلت لك، انت لو واعي وفاهم الكلام ده كله وعارف ان عقلك بيضحك عليك، في اي نوم تاني لو حتى دقيقه واحده بس فده اسمه نوم كسل. والعلامه التانيه بقى انك صحيت اوريدي طبيعي في ميعادك، الدنيا لذيذه، فالتلت الاول من اليوم هيجي وقت كده، وبعد ما تخلص تلت من اليوم كده يقول لك ايه؟ عقلك هيقول لك روح خد لك شويه نوم، لا انت عايز تنام، يضحك عليك. فطبيعي جدا فطبيعي جدا فطبيعي جدا 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 ان انت بعد ما تخلص تلت اليوم مثلا او نص اليوم كده بالحب، بعد ما تخلص، وبالذات لو يومك تقيل او بتشتغل حاجات كتيره او بتذاكر حاجات كتيره وبتشغل دماغك كتير في المذاكره، فعقلك هيضحك عليك ويقول لك انت عايز تنام دلوقتي. خش نام ساعه، والساعه هتجيب اتنين وتلاته، واحنا كلنا عارفين الكلام ده بس ما بنقولش. فلا، ده بقى اسمه نوم كسل. انت لو ادركت ان انت لو قمت مثلا رحت مشوار، لو قمت اتحركت، قعدت ربع ساعه مثلا تكلم حد من صحابك، النوم ده هيمشي، فده اسمه نوم كسل. الكلام ده كله لو انت عارف ومتيقن جدا ان انت لو عملت حاجه زي ما قلت لك هتطلع بره حوار النوم. وكده احنا عرفنا العلامتين بيجوا امتى وبيحصل ايه. فنعمل ايه بقى عشان نصد الحوار ده او نعرف نتغلب عن الموضوع ده؟ هو كده كده مفيش غير حل واحد بس، هو انك تكون شديد مع نفسك قوي. دلوقتي انا نايم اهو، دلوقتي انا نايم ومدرك جدا زي ما قلت لك ان الدنيا ماشيه ازاي. اكلم نفسي واقول لك عمر بطل مرقعه، انت واعي انت كويس، فاقوم بسرعه واخلص حاجاتي. فاهم حاجه ان انا اجبر نفسي ان انا اقوم. لو الموضوع ده جالي في نص اليوم فاكون واثق جدا وعارف ان ده الحل، فاجبر نفسي ان انا اقوم
واكون صادق مع نفسي. واهم حاجه في الموضوع ده كله ان انت ما تنامش في الاوقات الغير مخصصه للنوم، زي ما انت واعد نفسك انا هنام من الوقت الفلاني للوقت الفلاني، فده وقت نوم، ما اوعى تنام غير في الوقت ده. وبالتوفيق يا صديقي، اتمنى الفيديو يكون مفيد بالنسبه لك ولو 1% بس. وما تنساش تشاركه لحد من صحابك، يعني لو انت حابب ان هو يستفاد منه، وتعمل لايك وسبسكرايب وتكتب كومنت عشان الموضوع ده بيفيد القناه جدا. وشكرا جدا ليك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.